ازيكم يا حلوين؟ يلا بينا نكمل باقي سلسلة فيديوهات اقتصادية سهلة، وفوق ده كله اكلات طعمها لذيذ وخضار ومفيد. اول حاجة هنجيب صينية عندنا ننزل فيها ببصلاية مضروبة في الكبة متقطعة صغير، مفيش مشكلة. هنزل عليها بنص معلقة ملح، نص معلقة فلفل، نص معلقة بابريكا، نص معلقة سبع بهارات، نص معلقة من الكاري، وفوقيهم مكعب من المرقة. هبدأ ان انا بقى اقلب كده كل ده التوابل مع البصل كويس لحد ما ريحة البصل عندي تظهر كده والتوابل. عندي بقى نص كيلو من الكوسة غسلاها ومقطعاها كويس، عايزة تقطعيها مكعبات مفيش مشكلة، تقطعيها حلقات زي كده تمام. هنزل عليها بقرن فلفل متقطع صغير، هنزل عليها في مقدار معلقتين كبار كده من صلصة طماطم جاهزة. ما عندكيش اضربي 3 طماطمات بالظبط في الخلاط وانزلي بيهم. هنزل عليهم كده بموج كبير من المية الدافية، وابدأ ان انا اقلب كله مع بعض كده كويس عشان مكعب المرقة يدوب. وبعد كده هبدأ بقى ان انا اغطي المية لحد ما اغطي الخضار معايا خالص. هنزل برضو بمقدار كوبايتين من المية كبار، مية دافية، وهقلب كل ده مع بعضه كويس. وهنزل بيها بقى على النار، على نار متوسطة كده لحد ما تبدأ ان هي تنشف. هدخلها الفرن تاخد لون من تحت وبألف هنا كده، بس كده بقت جاهزة. عايزة تبقى كلها من اولها على اخرها كده على البوتاجاز بتبقى لذيذة برضو وطعمها جميل، بس انا بحب اديها لون كده في الفرن بيخلي نفسها حلو. ومتنسيش قبل ما تدخليها الفرن تحطي كده معلقة من الزيت على وشها او معلقة من الزبدة. انا حطيت معلقة من الزبدة على وشها، وبألف هنا يا حبايب قلبي. سهلة بسيطة، والكوسة معايا مش مهرية، في ناس بتعملها بتطلع الكوسة مهرية جدا، انا الكوسة معايا طيبة جدا. وباي، فيديو جديد ان شاء الله.